بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، اليوم سوف نتناول العنصر الثاني من سلسلتنا التي بدأناها الحصة الماضية، وهي اتجاهات الحركة الوطنية. سوف نتكلم عن الاتجاهات التي انبثقت عن الحركة الوطنية الجزائرية. أول اتجاه وهو اتجاه المساواة، أو يسمون بدعاة المساواة، مثلهم الأمير خالد. بدأ هذا الاتجاه بتأسيس حزب الإخاء سنة 1919، وهو أول حزب سياسي في الجزائر. كانت مطالب هذا الحزب السياسية: أول شيء الاعتراف باستقلال السياسي للجزائر. ثاني نقطة حق التمثيل النيابي الاستقلالي، تزعمه مصالي الحاج، وقد أسس العديد من الأحزاب، منها حزب نجم شمال إفريقيا سنة 1926 وحزب الشعب سنة 1937. أهم مطالب هذا الاستقلال التام للجزائر وإجلاء القوات الفرنسية، يعني المطالب كانت مباشرة: الاستقلال التام للجزائر. ثاني نقطة وهي إنشاء جيش وطني وإلغاء الإجراءات التعسفية التي مارسها الاستعمار الفرنسي على الشعب الجزائري. ثالث اتجاه وهو الاتجاه الليبرالي الذي مثله عباس. كان أول حزب أنشئ في هذا الاتجاه وهو فيدرالية المنتخبين المسلمين الجزائريين سنة 1927. أهم المطالب تاعو تمثلت في المساواة في الحقوق كحق التمثيل النيابي، وكذلك إلغاء القوانين الاستثنائية. أوزغان، حيث أسس الحزب الشيوعي سنة 1936، وأبرز مطالبه كانت مساواة الارتباط بفرنسا. اتجاه وهو الاتجاه الإصلاحي، مثله الزعيم عبد الحميد بن باديس والبشير الإبراهيمي. قام هذا الاتجاه بتأسيس جمعية العلماء المسلمين سنة 1931. أهم المطالب تاعو كانت إصلاحية: أول شيء التعليم باللغة العربية والحفاظ على كيان الجزائر. ثاني شيء وهو معارضة الإدماج والفرنسة، وكذلك محاربة البدع والخرافات.